على إذن لعيبة النادي الأهلي مش عايزين مفاجآت أمام شبيبة القبائل. الأهلي متصدر مجموعة ب8 نقط، شبيبة القبائل متزايل المجموعة عنده نقطتين، لكن طبعا كلنا عارفين إن شبيبة القبائل هيستموت في الماتش بتاع النادي الأهلي، لأن بالنسبة له هيبقى ماتش بطولة، وهيلعب الماتش ده أكنه ما يلعب ماتش عمره. لكن النادي الأهلي يعني بالمستوى اللي احنا شفناه من ماتش البنك الأهلي لا مش هينفع. يعني النادي الأهلي ممكن يخش في نفق مظلم ولا قدر الله إلا لو حصل نتيجة غير كده، لان النادي الاهلي عنده 8 نقط، الجيش الملكي عنده 5، يانج افريكانز عنده 5. اليانج افريكانز والجيش الملكي هيلعبوا في المغرب برضه في نفس التوقيت يوم السبت الساعه 9 ان شاء الله. فربنا يكرم ويكون الفوز من حليف النادي الاهلي ان شاء الله، عشان نريح نفسنا ونصعد ان شاء الله ونخلص حالنا على طول، عشان خاطر ما يبقاش ماتش الجيش الملكي بالنسبه لنا ماتش معقرب اكتر من كده، لان لا قدر الله لو حصلت اي نتيجه غير كده ماتش الجيش الملكي ده هيبقى نار، يعني هيبقى اللي هو يكسب يصعد. فبلاش بعد اذنكم، مش عايزين مفاجآت.